بس انت خطير، ها؟ نعم. خطير. انت تقرأ فكر المذيع. لا فهمتك كمان انسان تاع كرة القدم، تكبرت مع ناس كاع كيما انت او اكثر. لا كيف مجموعتكم صحيح، بس النمسا شو اللي صار بين النمسا ومعاكم؟ مع المانيا. مع المانيا اذا اماره هي كان لعبوا كرة القدم، وحده فيهم تخسر، احنا جايزين لان احنا كنا في النقط اكثر منهم. صح. وكان عندنا فريق قوي، كنا نجموا نروحوا بعيد. وهذيك المؤامره اللي بلد كيما المانيا قوه في كره القدم وفي في الايكونومي، تلحق وين هي والنمسا يديروا مؤامره على بلد كيما الجزائر اللي هما هاربين علينا في كره القدم. هذه اللي عيب، وكما يقول لك عيب كبير. ولهذا المقابله هذه راح تكون سخونه كثير بين النمسا والجزائر. راح تكون جماهيريه، ها؟ جماهيريه يجيوا ان شاء الله الجزائريين يسافروا. تحضر بتروح انت؟ لا امريكا تعيش الثار. في الجيري ندي السيف ولا. لا هي صراحه هذيك المباراه انا شفتها ما بين المانيا والنمسا في اخر مباراه، وكان الجزائر لعبه مع الشيلي. الشيلي ربحناهم ب4-1. 3-2، والمانيا باش تدوز مع الشيلي مع النمسا يعني عيب وعار. مسرحيه انك لعبوا غير تلعب في وسط الميدان، ومن يومها تغير النظام الفيفا. المباريات اصبحت مباريات تقام في نفس التوقيت، تغير القانون. وقعدوا مده 20 سنه او اكثر باش طلبوا السماح، كي المانيا كي النمسا. يعني وما زال في قلبك، ها؟ انت بعير انت. كاس العالم ايش معناته بعير؟ بعير اللي يشيل يعني مخزن فقط. احنا في الجزائر بعير حاجه اخرى. مزيان فهمت. فهمت الجمل. البعير كلمه منيحه ولا مش منيحه؟ شويه ماشي مليحه. ماشي مليحه ماهيش عيب ولكن احنا البعير مثل شكل الحمار او لا احنا البعير عندنا اللي هو الجمل. الجمل احنا نقول عندنا شيء احنا يسمونه البعير. الجمل له مسميات كثيره عند العرب، من ضمنها البعير. ما احنا يقولوا بالعربيه الفصحى يقولوا البعير، ولكن احنا في اللهجه تاعنا نقولوا حاجه اخرى. نعم. يعطيك الصحه. الله يسلمك. بارك الله. بس لازم تروح لهناك ان شاء الله. فيفا الجيري ان شاء الله. فيفا الجيري. 1 2 3 فيفا الجيري. 1 2 3 فيفا الجيري ان شاء الله.